أسئلة للسفر. هذا الديوان الثالث سنة 2004 فاز بجائزة أفضل ديوان جائزة النشر الدورة الأخيرة، وكان معايا أنا كنت فايز بجائزة أفضل رواية وهو كان فايز بجائزة أفضل ديوان. معانا محمود إسماعيل أيضا الشاعر العامي، وأنا بالمصادفة كده وده اللي هقوله بالدراسة يعني كنت في المجلس الأعلى للثقافة، وبالمصادفة كنت مع مسعود شومان كان ماسك مدير الثقافة في ذلك الوقت، مدير ثقافة مصر كلها يعني. فطلعت على التقرير اللي كاتبه في الديوان محمود أمين العالم، كان كاتب نبذة عن كل سواء كان اللي فات في الرواية أو الفلسفة يعني. السؤال اللي يطرح عن أي متلقي لهذا الشاعر، ويمكن محمود عبد الصمد هيشكر هذا لأن احنا معاشرينه فترة طويلة وعاشرنا فكره أيضا، هيدور حوالين الأفكار في الشعر. لا يمكن أبدا هتتكلم عن شعر عبد المنعم كامل دون أن تتحدث عن الفكرة في شعر عبد المنعم كامل. وأعترف أنني حين قرأت جزءا من التقرير الذي خطه بيده المرحوم محمود أمين العالم بعد فوز عبد المنعم كامل بجائزة أفضل ديوان عن ديوان أسئلة للسفر، اطلعت عليه بالصدفة على مكتب مسعود شومان مدير الثقافة آنذاك. يومها أدركت أن هذا الشاعر يتحد مع انفراده من ناحية الموروث في وصف عذابات الحنين والاشتياق واللوعة والفراق. هذا الاستحضار من وسط الركام الثقافي أو الركام المعرفية الفكرية تجسدت في سحب لا تمل من الحركة المطعمة بالمعنى والهدف أيضا، وهو استحضار عبد المنعم كامل لذلك الموروث لا يفر من الواقع بل يفر إلى قلبه، فكأنما يقول غني ولكن لا تنسى ما نحن.